اظن وبك اكثر. المستوى التعليمي نتاعي عالي، قريت برا وعندي شهاده عليا في الاعلاميه وفي العلوم الجغرافيه، وعملت انه نقول انا مسيره مهنيه متالقه. الاختصاص نتاعي جاء من اهتمامي بالشان التربوي، مش من اصل ولد المدرسه ولا، لكن عندي 9 سنين خرجت من العسكر، ريت انه من العناصر الاساسيه لنجاح المنظومه التربويه، وشفت هذا عند الانظمه المتقدمه الكل، هو تشريك الولي في الشان التربوي. اليوم ما نجموش نخدموا، ما نجموش نبنيو منظومه تربويه تعليميه اذا ما يكونش الولي مسؤول ومتمكن من حقوقه وممارس لكل واجباته. اللي شفته على مدى السنوات اللي مضت وحتى الى اليوم، الولي وكانه عنصر خارج الطرح، ما داخل في الربح وربما خارج في الخساره. اكيد انه الاولياء اللي عندهم شويه في مخاخهم لاهيين بولادهم اكثر من اللي هم لاهيين بالشان التربوي. دونك اليوم السؤال الاولاني نتاع سي زكريا صحيح، احنا كجمعيه وانا ديما انادي بضروره تشريك الاولياء، وهذا شرط اساسي هو في الدستور فصل 52 تقريبا، هو نص على انه الشان التربوي مع التعليم مع الصحه مع الرعايه هو شان دوله وولي، وبالتالي هي لازم تكون استراتيجيه وطنيه باش هيك الطاقات اللي تكون موجوده عند الاولياء وفينا العديد اللي نجم يعطي يتم توظيفها لفائده المتعلم، لفائده المدرسه، لبناء المجتمع التونسي، على خاطر من دون مدرسه متميزه يكون الاداء نتاعها متميز ما نجموش معناتها نطمحوا الى اشياء جميله بالنسبه للمستقبل نتاعنا. نرجعوا للقوانين، راهو اليوم مش القوانين، على خاطر وقت نحكيو على الشان التربوي، الشان التربوي صحيح فيه مرجعيات قانونيه، المرجعيات القانونيه تضبط معناتها حقوق كل الاطراف ومسؤولياتهم، وربما ماذا يمكن ان ينجز وقت اللي هما يخلوا، لكن نعرفوا احنا الشان التربوي هي عقليه كامله، هي عقليه تجاربيه، هي اعداد تخدم مع بعضها للصالح العام. وبالتالي هنا ربما سؤال نتاع اسماعيل وسي عادل اللي هما مربوطين ببعضهم. السؤال الاولاني شكون المسؤول؟ الناس الكل مسؤولين. اليوم احنا نحكيو ربما على فئات من اعمارهم من 5-6 سنين الى ربما 17 18 وحتى اكثر من ذلك. هي راهي مسؤوليتنا اليوم، اذا ولدنا ولا بنتنا ما وصلناش باش احنا نعطيوه نعطيوه ما يستحق من مضامين تربويه وتعليميه، وهو بيدو ما نتاكدوش من انه المضامين هذوك الكل وصلوا الى المبتغى اللي حسنا به، هنا فما فشل. وهنا الفشل في المضمون التربوي والتعليمي، نعملوا كما نقولوا وقفه اريس الايماج على العنف. راهو العنف مع الاسف اليوم هو في معناتها هو الف ونتيجه لانهيار المنظومه التربويه، وهو بيدو يساهم في مزيد انهيار المنظومه التربويه. دونك اليوم اذا احنا اليوم نتعاملوا مع العنف كما قال سي عادل بمظاهره المختلفه، على خاطر كل مظهر من مظاهر العنف ربما عنده دواء خاص به. نحكيو على العنف الافتراضي نلقاو في جهه ولا ربما في مؤسسه تربويه ما نلقاوش في بلاصه اخرى، العنف المادي كيف العنف اللفظي، الهرس، ربما العنف الجنسي. معناتها في نهايه الامر راهو كل مظهر من مظاهر العنف عنده كيفيه التعامل معه. دونك الاقتناع بانه فما وصفه سحريه وربما معناتها مرجعيه قانونيه باش نعالجوا بها العنف ككل، قل لهم راهو هذا لا يستقيم، وهذا اللي حكينا به منذ عديد السنوات. رانا احنا اليوم وقابلنا وربما حكينا مش اول مره نحكيو على العنف، براتيكمون كل عام واحنا نحكيو على العنف. فين ثم تجينا مصيبه ماساه والبلاد توقف على المأساة هذيك. مش هذا الحل، الحل انك اليوم نرجعوا للاصل. علاش اليوم المنظومه التربويه بحد ذاتها والمجتمع ولات عندهم تفاعل كبير مع العنف، ولاو مصادر معناتها خطيره العنف، على خاطر في نهايه الامر التلميذ مبقاش لاقي الغرام الثقه، حتى الوليد. ما ترش معايا سي رضا اليوم ما فماش اليات لاستقطاب تلميذ اليوم، راهو تلميذ اليوم مش تلميذ امس، ما فماش اليات تخلي اليوم المربي يجتهد. فما دورات تكوينيه راهو يعني لكيفيه التعامل مع طفل اليوم.
اكيد ريت هذوما الكل لا ريت قبليك وقت نحكيو على التربيه، فما العديد يقول لك التربيه الاولياء ما همش مربين اولادهم. الاولياء ما همش مربين اولادهم، راهي غلطه الاولياء، صحيح نتحملوا مسؤوليه كاولياء بيان سور. من الاسباب اللي خلات العنف ربما يتفاقم هي ربما استقاله العائله، وربما تفكك العائله، فما لكن اليوم الموضوع التربوي، المضمون التربوي يتجاوز القيم والاخلاق. اليوم يلزمنا نربيو معناتها وليد ولا بنيه ناخذوه من اللي عمره ربما 4 5 6 سنين الى ان يصل 18 و 19 سنه، وربما من بعد يكمل مساره في التعليم العالي ولا في التكوين المهني باش يرزقوه راجل المستقبل وامراه المستقبل. وهذا مش يقول لي صباح الخير ولا يعطيك الصحه ولا وقت يتعدى انا كبير يطبس راسه، مش تربيه الحشمه ولا ربما القدر لازمين. لكن اليوم انت تعلم ولدك ولا بنتك مضامين تربويه حقيقيه. اليوم نحكيو نجدوا نحلوا قوسين استعمال الهواتف الذكيه وربما الضرر الحاصل منها، وشفنا الله يرحمه معناتها بسبب سوء الاستعمال اضطر استاذ الله غالب يتصرف التصرف ربما ليميت هدايا. وكان احنا خذينا التربيه على استعمال التكنولوجيات الحديثه ووسائل الاجتماعيه وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا انا واحد من الناس كتبت عليه في العديد من المناسبات، ومنذ سنوات في 2018 حكمت المحكمة في تونس تقريبا بحكم منع استعمال الهواتف الجوال الذكية في المؤسسات التربوية الكل. وزارة التربية في ذلك الحين قالت أنا ما نجم نطبق القانون هذايا إلا ما يولي معناتها حكم بارد. شو معناتها من 2018 الى اليوم 2024 6 سنين كان من الضروري الساعه باش ناخذوا الاجراءات مع الهواتف منذ ذلك الحين. واليوم على خاطر عشنا المأساة وكأن نحبوا بطريقه او اخرى نماركيو ونقولوا هذا عملنا وخرجنا مذكره ومنعنا الاستعمال، لكن هو ما قالش منع الاستعمال، قال منع الاستيحاء. شوف دونك اليوم كما قال توسي زكريا وسي اسماعيل وسي عادل انا الناس الكل نحكيو في نفس الموضوع، لكن في نهايه الامر يلزمنا نهتديو الى الحل والى المنهجيه اللي نعالجوا بها الوضع. لذلك دخلت في اذاعه من الاذاعات نحكيو على استراتيجيه ورشه اليوم ولا البارح الجمعه في اخر الاسبوع اللي فات ورشه حول الاستراتيجيه الوطنيه للتربيه والتعليم في الفتره 2025 2035. الاستراتيجيه من غير اهداف ما تسماش استراتيجيه. اي صحيح. ما يقول لك حاجه اليوم احنا تو قبيليك نحكيو عن عنف. اليوم نحكيو من في حدود 20,000 حاله عنف سنويا. يحكيو تختلف المظاهر نتاعها وربما الخطوره نتاعها، ولكن ارقام مفزعه. نعم، وارقام مفزعه. اذا انت ما تحطش مخطط وتقول انا في 5 سنين ال 20,000 نردهم 10,000 ولا 5,000 ولا 15,000، وهو كيفاش نقعدوا نحكيو في الفارغ تو سامبلومون ما عندنا حتى شيء. لازم تكون عندنا استراتيجيه وتكون عندنا يعني اهداف نطمحوا لها للسنوات القادمه. راهو في الاستراتيجيه اهم حاجه في الاستراتيجيه الاهداف والمسؤوليات. راهو انا وقت اللي انت تتحط وتتعاهد بانجاز مشروع في اجال محدده بامكانيات انت تحددها وتقول لي هاي هي وانا شنو نوصل بيك الهدف في المده المضبوطه، انا نتابعك على الانجاز نتاعك. وربما تلقى اخلالات في مده الانجاز، لكن وقت يلقاو الاخلالات وهي يلزمها تقاس ديما الاستراتيجيه، يلزم تقاس درجه تحقيق الاهداف نتاع الاستراتيجيه. اكيد. وبالتالي اذا فما اخلالات نوليو نكملوا باش ديما نجموا نحافظوا على نسق الانجاز. اما كانش نقعدوا في مستوى الاعلانات والوعود وربما الجوانب العاطفيه بامتياز، على خاطر نتعاملوا برشا مع العاطفيه او الدروس الخصوصيه الاساتذه يبتزوا في الكلام ده اللي كذا كذا ونقعدوا مركزين. وهو عملنا قانون احنا باش نخرجوا من الاطار هذايا ومنعنا الدروس الخصوصيه خارج المؤسسه التربويه، لكن لكي تطاع اطلب المستطاع. مستحيل انه القانون نتاعك يطبق. كيف منع الهواتف مستحيل انك تنجم تطبق. دونك يلزمك انت، انا كنت نخدم ووقت نعطي تعليمات اتاكد من قابليتها على التنفيذ. هذا هو نعرف متاكد مسبقا انه العمل اللي طلبته انا
يمكن تنفيذه في الاجال وبالامكانيات الموجوده. ثم حتى نتواصلوا مع مدام ليلى الشخاري. اهلا وسهلا ليلى. اهلا وسهلا نجيبه، اهلا وسهلا بكافه الحاضرين معاك اليوم في البلاتو، وتحيه من جديد الى ضيفنا اللي الحقيقه برشا تساؤلات نحبوا نطرحوها عليه باش تتعلق بالشان التربوي. انا باش نرجع لنقطه تعرضنا في اول الحوار، وهي تحجير استعمال الهاتف في المؤسسات التربويه. هذه مذكره هبطت بعدها نزلتها وزاره التربيه مؤخرا. كيف ما قرار اخر زي ما كنت تحدثت عليه انت سي رضا، هو الدروس الخصوصيه والحرب التي تشن على الدروس الخصوصيه. تراش رضا وعوني انه برشا مبادرات وقرارات اخذتها وزاره التربيه تخلينا نشوفوا انه ماشيين في نوعا ما الاصلاح التربوي اذا تم الضغط بقبضه من حديد على برشا ثغرات في النظام التربوي قد ننجو وقد نصل بأطفالنا إلى بر النجاة تربويا. هل أنه السيريزات هذا ينجم يدخل في مشروع الإصلاح التربوي، خاصة إذا شاركت وتعاضدت برشا أطراف، ليس فقط وزارة التربية ومنظوريها وإنما كذلك وزارة الداخلية، كذلك المجتمع المدني اللي عنده دور كبير برشا. برشا اطراف تراش لو تعارضت هذه الوجودات مع وجود وزاره التربيه والضغط كما قلت لك بقبضه من حديد على الثغرات اللي تمس كيان المؤسسه التربويه قد لازم بالتمييز. هل هنالك رسائل طبعا سي رضا الزهروني خاصه فيما يتعلق بوجودكم فيما زاد كبرامج التلاميذ والاولياء فيما يتعلق بمستقبل الطفل؟ وحنا نعرف انه الطفل اليوم هو رجل ومواطن الغد. شوف ليلى، ثم ديما في طريقة التعامل مع الظواهر عموما ثم جانب يتعلق مع الأضرار اللي هي معناتها ناتجة عن أسباب موجودة. تو نحكيو على العنف المدرسي، نحكيو على الدروس الخصوصية، نحكيو على هي نتائج مش هي مسببات. دوك اليوم صحيح ربما أنت في التوجه نتاعك تحب تأثر الدروس الخصوصية وتمنحها ربما في الفضاءات الغير مراقبه والغير موحده. كيف تحد من استعمالات الهواتف الجزائر تخرج، لكن الاهم من ذلك وقت احنا عندنا حاشاك وباء صحيح نداويو المصابين بالوباء ونستعملوا معناتها ربما حلول حينيه باش نداويو المريض، لكن اذا انت ما ترجعش لاصل الوباء، علاش اليوم اولادنا يعتمدون ولا يستعملون ولا يلتجئون للدروس الخصوصيه؟ خاطر المنظومه التربويه غير قادره على تمكين المتعلم من التحصيل المعرفي للوصول ولا للتدرج في مساره الدراسي باريحيه. تقول لي الكلام مش صحيح، نقول لك لا، الكلام هذا صحيح. نشوفوه في نسب الانقطاع المبكر عن الدراسه اللي هي 50% من كل فئه عمريه، ونشوفوه في نتائج الامتحانات الوطنيه اللي هي تمثل في 20% من كل فئه عمريه، الورك وقت يلقاو في البلدان الاخرى عندهم 4 مرات اقل منا ومتوسط الاداء المنظمه 4 مرات اقل منا انقطاع مبكر عن الدراسه و4 مرات اكثر منا النجاح في الامتحانات الوطنيه. وبالتالي صحيح تاخذ اللي تحب تاخذه هو اقرار بضروره الدروس الخصوصيه وقت انت تقننها وكانك اقريت بضرورتها ولا بضرورتها، لكن في المقابل راك يلزمك تعطي كل ابناء تونس الحق الى الوصول والحق في الامل في النجاح من دون ان يكون الواقع الاجتماعي والاقتصادي نتاع ابوك وامك عنده دخل في الموضوع هذايا. وبالتالي نسعى جميعا الى ان تكون المدرسه التونسيه العموميه مصعد اجتماعي لكل ابناء تونس وبناتها اين وجدوا ومتى وجدوا. مش اليوم وقت ناخذوا خرائط النجاح نشوفوا مركز الثقل نتاع النجاح في الجهات الساحليه واعمال واحنا ندخلوا نلقاو مركز الثقل نتاع الاخفاق. دونك انا كمسؤول صحيح ربما ناخذ هذا الجانب هذايا نحط نقطه استفهام. علاش؟ نعم نحط علاش معناتها الاسباب اللي تخلي الوضع هذا. صحيح ناخذ الاجابه باش نتعامل مع ربما الشيء الحيني اللي عشته، اما ما نقنعش وما نقتنعش انه هذاك حل الاصلاح ولا حل للنهوض باداء منظومتنا التربويه. وعدم تكافؤ الفرص زاد سي رضا اليوم زاد كان نرجعوا كيف قبيليك وقت نحكيو على العنف وقت انت عندك 50%
من شباب وشباب تونس اليوم. وقت اليوم الساعه هذه عندك 100,000 وليد وبنيه شباب وشابات يعرفوا رواحهم في نهايه السنه الحاليه يخرجوا في الانقطاع المبكر عن الدراسه. 100,000. ال 100,000 ثم هل تعتقدين انهم ال 100,000 هذم مش يكونوا عاقلين ومنضبطين في الاقسام ومنضبطين في محيط المدارس ويتكلموا كلام باهي ويقبلوا لك انت باش تفك لهم التليفون نتاعهم؟ معناتها وزاد الممنوع مرغوب يا سي رضا. راهو كل في نوتر بيول عايشين في جو اخر. لا احنا نعملوا بروجيكسيون نتاع تواجدنا في مدرسه ونتخيلوا السلوك نتاع اولادنا وبناتنا وعندها يؤدي الى الحلول. تسمح نجيبه كلامك هو كلام الصواب وهذا اللي نقول فيه. راهو ديما انا ريت انا ديما نفرق ما بين الحيني وما بين هذا هو ريت انا عمري ريت ما نتعاملش وداير في مداخلاتي الكل حتى في كتابتي الكلام هذا كتبته انا رئيس الحكومه وكتبته معناتها انا شو الاشياء الظرفيه نتعامل معها كحلول ظرفيه. ولا كفانا من السفسطه وكفانا من يعني يزينا خلينا نحطوا يدينا الكل اليوم في العجينه اليوم وقيد باش يزينا من شكون باش يقوم المبادره ولا ما بيقومش المبادره. اليوم تعليمنا في المحك اليوم القوى العظمى الكبرى يحبوا يتفرجوا على وليداتنا ما سهوبيش شخصيه لا عندهم درايه شنو يعملوا لا هو اصلا يقرا في حاجه بتوصلوا باش يخدم حاجه تنفع بلاده. هذا هو اليوم. اي لا نجيبه وسي عادل وسي زكريا وسي اسماعيل اللي بحثنا واختنا ليلى. اي وقت نتبع انا دائما نتبع في الشان العالمي عموما ونتبع في الشان الفرنسي بالخصوص معناتها تكويني فرنسي. اي المنظومه التربويه الفرنسيه معناتها مستهدفه من قياداتها من مسؤوليها وكلهم ياكدوا على ضروره الاصلاح نتاعها. المنظومه التربويه الفرنسيه 4 مرات معناتها ذات جوده اكثر منا احنا. رئيس الجمهوريه تعين في 2017 وحط مشروع المدرسه ملف اصلاح المدرسه كنقطه ثانيه. عين وزير اول منذ مده كيف. اليوم رئيس الحكومه الوزير الاول نتاع فرنسا اللي هو تعين في ازمه في اليوم فرنسا تعيش ازمه سياسيه كبيره. لكن الرئيس الوزير الاول نتاعهم قال انا بالنسبه لي انا من اهم المواضيع اللي نخدم عليها هي المدرسه. اذا اليوم احنا ما نراوش العباد ايش قاعده تعمل وماناش واعيين باهميه المدرسه لبناء المجتمع التونسي، ماناش واعيين انه ربما انهيار ولا ربما النقائص اللي قاعدين عايشينها راهي بسبب انهيار المدرسه التونسيه. رانا نقعدوا نحكيو في اي حاجه الا في الحلول. وكفانا املاءات زاد سي رضا. اليوم لازم تكون عندنا زاد نوعا ما من الهيبه نتاع دولتنا انه على الاقل تعليمنا يكون في دينا. مادام نجيبه يلزم الكلام. راهو انا بالنسبه لي انا كما قلت لك راهو اليوم عندك مؤشرات عندك قراءه للواقع. راك انت كي نحكيو احنا وقت نحكيو 20,000 ولا 25,000 حالة عنف وهي شويه يلزمك انت مهما كان مهما تحميلك للمسؤوليات تبقى كدوله كمشرفه على قطاع التربيه والتعليم انك تضع الاستراتيجيات باش العدد هذا ترجع به. اليوم عندك 1.5 ولا 3 مليار دينار دروس الخصوصيه كان من الاجل الفرصه ممكن انا جوليزانجاك نستثمرهم في المشروع نتاع المدرسه العموميه. فهمت؟ معناتها يلزم ناس تخمم وناس تبني حتى في المستوى يا سيدي ذا حتى في المستوى اليوم المستوى نتاع التلميذ التونسي فما مفارقات فما مستوى عالي ومستوى متدني. اليوم يقروا في نفس القسم. اليوم هل نظرت وزاره التربيه للموضوع هذا يعني بادراك؟ راه فما تلامذه عندهم يعني ميولات ياسر ادبيه نحاولوا نلتقيوا بهم في نفس في الميولات هذيك. فما ناس عندهم ميولات علميه فما ناس عندهم فنون فنحاولوا نلتقيوا بصغيراتنا على حسب الميولات نتاعهم ونحاولوا انه نقلصوا من ساعات التمدرس. فما ساعات نتاع لعب نتاع مرح نتاع فرحه نتاع اصغاء. اليوم هل فما في كل مدرسه مشرف عليه الجانب النفسي للتلميذ؟ هل فما مرافق نفسي وبيداغوجي حتى نحفز ونأطر الصغيرات نتاعنا حتى يكونوا طفل الغد ورجل الغد ويكون يعرف يقرر ويعرف يكون عنده شخصيه؟ هذه الكل راهو مربوط ببعضه. اليوم كي نشوف مسؤول يرتعش حتى في قراراته في امضاءاته وقتها نقول عندي طفل مضطهد نفسيا. والاغرب من ذلك لنا نجيبه
اللي نحكيو الناس الكل رانا احنا اولاد المدرسه العموميه، اولاد المسعد الاجتماعي، بكلنا خارجين من المدرسه هذه، وبكلنا تفاعلنا وتعاملنا معها كمنظومه مسعدي قبل ولا كمنظومه السرفي الله يرحمهم بعد. لكن كلنا نعرفوا يلزم تكون عندنا قراءات سليمه للواقع نتاع المنظومه التربويه. هذا هو بالرغم هذاك اليوم بعد ساعات وقت نشوفوا كان العباد المسؤولين يكتشفوا في المنظومه التربويه، يا اخي انت ما خرجتش منها، انت ما خليتش الصيام منها، انت اليوم سنك اكثر من 50 سنه ولا معناتها الناس تعرف عاود اللي تمشي للحلول. قاعدين نأجلوا فقط يقوموا بدراسات هكا دراسات سطحيه. نعم وضرتك وجهه وزيد نتاكد لك احنا الاشكاليه نتاع الموضوع راهي الامور سهله، اللي يحب يسمع من داب ما يحبوش يسمعوا وما ينجموش يلقاو الحل. انطلقت اشكاليه المنظومه التربويه التونسيه في اصلاح 91 عندما تم اقرار الغاء السجام واجباري التعليم الى سن 16 سنه وهو يلزم يقرا، وبعض المعاهد النموذجيه عاود ثم مشكله كانت مطروحه الانقطاع المبكر في المرحله الابتدائيه. باش احنا نعالجوا المشكله هذه ولينا اعتمدنا سياسه الارتقاء الالي سامبلومون. ممنوع الرسوب في ال9 سنين من الاخلاق ريت وقت نرجعوا احنا والتلميذ عنده حق راهو يلزمك تكريه ويلزمك تمكنه من اساسيات القراءه والكتابه والحساب، على خاطر الانسان ما يعرفش يقرا ما يعرفش يكتب ماهوش انسان عايش، ما ينجمش تعتبر انه عايش دونك يلزمك تراجع الزمن المدرسي، يلزمك تراجع برامج التعليم. في فنلندا يبداو يقراو في 7 سنين، يبداو يقراو في 7 سنين. دونك معناتها هما زعما اذكى منا، ماهمش هما اذكى منا، هما عرفوا كيفاش يستغلوا ويوظفوا الامكانيات باش ينميوا طاقه الذكاء نتاع اولادهم. الامل موجود وراهو الحلول موجوده. اليوم اذا نحبوا تونس مزيانه رانا يلزمنا نستثمروا في التربيه والتعليم في مدرسه عموميه مسعد اجتماعي مجانيه تعطي كل ابناء تونس وبناتها اين وجدوا ومتى وجدوا نفس الامال في النجاح. راهو النجاح مش باش تولي مهندس ولا طبيب ولا تولي، النجاح انك تخرج برصيد تربوي تعليمي اللي يخليك تواجه متطلبات الحياه بشخصيه متوازنه ربما المجتمعيه والمهنيه. هذا هو المطلوب.